والله لا هو مني هما غالطين معايا، ما نجحتش على خاطر الاكزامان جا صعيب والبروف ما يعرفش يقري. اي حاجه باهيه تصير في حياتي راهي ننسبها ليا، الخايب الكل والحاجات السلبيه غيري هو سبب فيها. تعرفوهم النوعيه هذه من الناس كي شيرشا سو فيكتيميزي، هما يلعبوا دور الضحيه باش انهم تو سامبلومون يهربوا من المسؤوليه. عادي جدا تلقى لونيفير الكون الكل يتامر عليهم وهما مساكن خاطيهم. ميم دون دي سيتوياسيون ما تلقى حتى حد لا قلقهم ولا غلط معهم، شنو يعملوا باش ما يطلعوش هما غالطين؟ يطلع يا محسودين والا مسحورين. راحت نرجعوا للنشأة متاع هالإنسان هذا، وقت اللي كان صغير تربى مع أم ديما تغطي على أولادها، ما تحبش المشاكل على خاطر تعرف بوهم صعيب. تربى الصغير هذا إنه ديما لاقي شكون يلم وراه، فما تعلمش يتحمل مسؤولية حتى شيء غلط هو عمله. يعني أو حتى كي يغلط والغلط واضح للجميع، تلقى الأم ولا البو هذوما شنو يقولوا أعذار تي مسكين هو صغير منين يفهم. فكيفاش كي باش يكبر باش يكون واعي اغلاطه بمسؤولياته، انا غلط ما نعرفش نتصرف ما نعرفش نتكلم، هذا كله ما هواش موجود في قاموسه، نرماه وراه يحب ديما يخرج كوم سي الي بارفي، هو مثالي. ونسى اللي احنا بشر فينا الخير وفينا الشر، يعني كيما عندنا دي كاليتي عندنا محاسن اكيد راهو دي ديفو مساوئ في طبيعتنا والكاركتير نتاعنا، لازمنا نكونوا واعيين بهم باش انا نحسنوهم ونطوروهم. فعلى الاقل لازم نتعلم نحترم ما ناتور، طبيعة الإنسانية اللي فيها الباهي وفيها الخير. وهيك علاش سي تري امبورطون مهم من وقت لوقت نعمل السيلف ايفالويشن، تقييم الذات، اني نفهم نفسي ونستوعب اغلاطي ونفهم روحي ونقر لاني ضحية مجتمع ولا عائلة ولا ظروف ولا حتى شيء، ماني ضحية حتى شيء الا عقلي وتفكيري.